السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة ميرنا الجمعة. بقدم لكم النهاردة طريقة عمل الجبنة القريش. عملناها قبل كده في القناة، ولكن حابة أعملها مرة تانية قبل دخول المدارس. كل سنة وانتم طيبين، عشان نعمل فيديوهات لحاجات المدرسة يعني. معايا 3 كيلو لبن حليب طازة لسه جايباهم، وجايبة شاشة. من الافضل ان انت تجيبي شاشه او طرحه خفيفه ان انت تصفي بيها عشان تضمني ان ما يكونش فيه شوائب يعني. فتحتيها انا جايبه مصفى اهي تحت الشاشه، وجايبه تحتيها طبق او طاجن اللي على حسب ما كميه اللبن تاخد عندي. بسم الله نسمي الله كده. اول حاجه هنصفي اللبن اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، عشان تضمني ان ما فيهوش اي شوائب. قبل ما ابتدي متنسونيش في لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. نصفي اللبن. طبعا انا عامله الشاشه على مرتين عشان اضمن ان مفيش حاجه تعدي لو كان في اللبن اي شوائب، لكن ما انصحكيش ان انت تحطيه كده من غير تصفيه، ولو عملتيه بمصفى هيعدي منه الشوائب. دول 3 كيلو لبن هنخليهم يريبوا لحد بكره. نريبهم وهنستفاد من كل حاجه فيها، من كل حاجه ما بتترميش هنستفاد منها. بعد ما اصفيه كده محركوش بقى، غطيه ومحركوش من مكانه. لو في الصيف سيبيه في اي حته في المطبخ، لو في الشتاء دفي البوتاجاز الفرن واطفيه وحطيه. فاحنا كده اهو هنسيبه يصفى. اهو كده، وهغطيه واسيبه لحد ما يجبن، يعني اسيبه 12 ساعه على الاقل ما فيها. اذا كان الجو برد هتسيبيه 24 ساعه. فاحنا هنسيبه، هنغطيه كده ونسيبه لحد 12 ساعه وارجع له. وبصوا بقى، بعد ما طلعنا اللبن رايب وحطيناه في التلاجة يجي 3 ساعات، هنبدأ نطلع القشطة. القشطة دي لو اتضربت هتعمل زبدة سمنة يعني، ولو حابة تاكليها كده كليها، بس هي بتبقى لازعة شوية. لو عايزة تعملي بيها رز معمر او تعملي بيها مكرونة بالبشاميل دخليها في حوادق يعني. بصوا عشان انا ميلت الطبق بس. شايفين كل دي قشطة، بس انا الطبق مال مني يعني وانا حاطه في التلاجة. يعني بيطلع لك حوالي ربع كيلو قشطة. دي لو ضربتيهم او تحوشيها بقى او تيجي تضربيها بتطلع زبدة، بتبقى جميلة جدا. او ممكن تحطيها زي ما قلت لكم في الاكل يعني، اكل الحادي، لانها بتبقى لاذعة شوية بس طعمها بيبقى حلو يعني. ممكن تاكليها انت عادي يعني. شوفوا هي الطبقة بتبقى تخينة كده، بس هو الطبق مال مني كده وانا حاطه في التلاجة. بصوا حوالي ربع كيلو تقريبا.
نيجي نعمل بقى ايه كرة الجبنة اهي. خلاص اهي. نجيب بقى ادي المصفى وادي الشاشة اهي. نسيبها بقى تتصفى. بصوا نجيب معلقة فردي عملناها طبعا كذا مرة في القناة، بس احنا محتاجين بقى جبنة القريش نعمل بيها حاجات، عشان كده عملتها لكم تاني وعشان المدارس طبعا لازم تجيبي اللبن ده طازة مش علب، ويكون من مصدر موثوق فيه عشان خاطر ايه تضمني جودته يعني بتاع لبان كويس. احط بقى تقل عليه كده لحد ما تصفى اهي. بص الشرش اللي بينزل ده طبعا ممكن تستغليه في المش، ممكن تحفظي فيه الجبنه، ممكن ان انت تعملي بيه المعجنات، يعني ليه كذا برضو ايه حاجه. مفيش حاجه من المنتجات بتاعت الالبان بتترمي. بصي احنا هنتقل عليه بقى باي حاجه، طاجن فخار، طبق مليان ميه، اي حاجه كده اهو، واسيبه لما يتصفى ارجع لكم. وادي المرحله التانية بتاعه الجبنه القريش، احنا عملناها في القناه كذا مره. احنا دلوقتي حطينا الجبنه تتصفى طبعا، سيبيها تتصفى خالص من ميتها اهي. بصوا وادي الشرش اهو. طبعا الشرش ده هنستخدمه في المعجنات، في المش اللي ايه زي ما انت عايزه، يعني ممكن ايه تحطيه في المش بس بتغليه، تحطي فيه ملح وشطه. لو هتعملي بمعجنات بتسيبيه زي ما هو كده. ادي دلوقتي اهي الشاشه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا ادي الجبنه اهي. ادي الجبنه اهي. بصوا طبعا جبنه بخيرها، انت اللي عاملاها في البيت، مش حد يعني شاريها من اي حد. طريقة سهلة. ادي تاني خطوة. الخطوة التالتة ان احنا هنحطها في التلاجة، يبقى نلفها ونحطها في التلاجة ونقطعها. بصوا حاطين ورق زبدة اهو وورق كده اهو، بنلفها كده. بصوا نقعد نلف فيها كده عشان ايه تبقى متماسكة كده. شايفين بنعملها زي البونبونايه كده. كأنها بونبونايه كده. بس كده اهو. ممكن تغلفيها بورق فويل تاني، دخليها التلاجة من بالليل للصبح او 5 ساعات كده، وابدأي طلعيها وايه قطعيها. هخلص الخطوة دي وارجع. وادي بعد ما قعدنا جبنا القريش في التلاجة من بالليل للصبح، افتح عليها كده. بصوا هنقطعها بقى كده. عايزه تعملي بقى الخيوط بتاعت الجبنه القريش كده اهي، وعملتها لكم كذا مره قبل كده اهي. عايزه تعمليها كده اعمليها. بسم الله الرحمن
علبة بقى ونحطها. هي كده ممكن تحفظيها في التلاجة من غير مية لمدة اسبوع. عايزة تحطي بقى مية من اللي هي مية الشرش بعد اسبوع، عايزة تشيليها في الفريزر وقت ما تعوزي، عايزة تستغليها زي ما احنا هنستغلها كده نعمل بيها حاجات تانية يعني ايه، مفيش مشكلة.